ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو ان شاء الله انا هعمله النهارده. ناويه اجرب نوع جديد من الاندومي الكوري بنكهه الدجاج الحار، وطبعا في ليمون، هو ليمون يعني. ده اللون الكيس. طبعا الكيس كان فيه كيسه زي دي، وفيها ايه بقى الكيسه؟ هوريكم. فيها زي خضار زي كده، مش عارفه ايه ده والله، بصراحه مش عارفه. طبعا الاهم من كل ده ان ده طبعا الكميه بكامل الكيس ب50 جنيه. فدلوقتي انا هفتح. طبعا المفروض ان هنا انا بصراحه ما اعرفش هيبقى حامي ولا بارد ولا هيبقى ايه بالظبط، بس انا بصراحه بحبه الحامي. انا كده كده جربت قبل كده. يا لهوي، ثواني ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه اوريك كتل كده. يا لهوي، منظره يعني منظره يفجع، منظره يفجع يا جماعه، منظري يفجع خالص. وانا فتحته بطريقه اصلا ما تتفتحش. هفتح اكمل الفتحه اجيلكم. طبعا انا حطيت الكيس كله. انا بهدلت نفسي، ثواني وهرجع لكم. رجعنا خلاص. عايزه اقول لكم انا سايباها فتره، بس ايه، سخنه قوي برضو يعني لسه، يعني انا سايبه المكرونه فتره بس لسه سخنه. هقلبها وارجع عشان ايه ما اتاخرش، او ممكن اقلبها وانا معاكم. انا حطيت كيس الشطه كلها، مش من النوع اللي هو بحط نص كيس الشطه زي الناس مثلا، لا هو اندومي كوري يعني شطه. انما اللي بيجيبوا اندومي كوري بيحطوا نص الكيس، ده مش اندومي كوري كده. بجد انا نفسي اعرف الشطه اللي الكوريين بيحطوها. ده انا بهدلت نفسي وبهدلت كل حاجه. خلاص همسح. اها اها. الكيس ده مبسوط فيه والله، وانا بجيبه صاحب المحل قال لي الفلوس على فكره، احنا مش هنقولك انت غنيه غنيه يا عم، ده انا بحوش بقى لي 80 يوم غنيه يعني. المهم احنا كده ايه، حاولنا نقلبه. ده الحجم، الكميه صغيره مش كتيره، ب70 جنيه بس يعني. هذا سعر الاندومي الكوري. يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلو، حلو حلو، في مزازة ليمون، بس الصراحة جامد كمان. لا بصراحة جربوه، طعمه حلو قوي قوي قوي. بصوا بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم حاجه. انا بشوف كذا طريقه الاندومي الكوري، بس انا طريقتي اللي انا بفضلها، انا بجيب ميه وبغليها عادي، وتبقى شويه صغيرين، واحط المكرونه فيها وبسلق الخضار اللي هو بيجي معاها وبس، بصفيها من الميه. وبعد كده بحط اللي هو الصوص اللي بيجي معاه اللي هو الحامي ده. بصوا انا عايزه احط الصوص كله لان في الكيسه، وانا الصراحه بعشق الصوص بتاعه. انا صوص الاندومي الكوري ده انا ممكن اكله كده حاف زي ما اللي هو بحبه قوي اصلا. في ناس هتقولي حرام عليكي مش عارفه ايه معدتك بتاع، انا معدتي اصلا وجعاني شهور بسبب الحاجات الحاميه يعني وكده، بس يعني نعمل ايه. اكيد مش هجيب اندومي كوري 24 ساعه او 40 يوم او كل يوم. بس طعمها حلو قوي يا جماعه، في مزازه ليمون كده فيها جمدان. انا عايزه اجرب ايه بقى التوابل اللي هي جايه معايا دي، عشان اوريها لكم. دي عايزه اقول لكم ان هو لونه اصلا اغمق من كده بجد. ملهاش اي لازمه. لا بصراحه فضلته قوي جدا. لا عايش بقى. في الجمدان والله يا جماعه. حاجه جمدان.
اللي عايزني اجرب بقى انواع تانية بصوا، لان هو حامي اصلا، فبصوا خلى بقي احمر. اللي عايزني اجرب انواع تانية يقولي، واللي عايزني اجرب برضو حاجة تانية يقولي، او اندومي مثلا بطريقة تانية يقولي كده يعني. بس جامد، ايه رأيكم؟ واللي جرب الاندومي الكوري عموما بيقولي هو جربها بنوع ايه وايه النوع اللي بيحبه عموما. يعني انا سوري لان عمو مستقصدني قوي. المهم انا جربت اللي هو النوع اللي هو لونه البينك واللون الاحمر اللي هو اكس و2 اكس و3 اكس، او لونه اخضر ولونه ازرق. بس انا فضلتهم اللي هو البينك والاخضر، فضلته برضو. و بقى الجامد 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 اللي فوق 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 خالص ما تقدروش تاكلوه حتى، اللي هو ال 3 اكس. اللي هيقول لي هو ده انت بتاكلي ده ومش حاسه بحاجه، هو والله مش حاسه بحاجه. هو اللي بيتعود على الشطه عموما او اللي بيجيب الاندومي الكوري وتعود عليه مش هيحس، بس انا حاسه، بس مش نفس احساس اول مره اللي كنت جايبه فيه. انا كنت بموت، عارفين هو نفس الطريقه. بس يعني حاجه جمال جمدان. طبعا بقى ايه دول هاكلهم على روايه. بصوا اتبهدلت ازاي. اللي عايزني بقى جرب انواع تانية يقول لي برضو. وبس كده. ما تنسوش بقى نوصل قناتي ل 4000 مشترك. انا بقالي فتره بقول لكم عايزه اوصلها 4000 مشترك ولسه ما وصلتش. عايزكم بقى الفيديو ده يوصل ل50 لايك. وبس كده، يلا باي، اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. باي باي.